خلاص ما عادش أعيدش هذا المقطع ويكون عفوي وطبيعي. اوكي ضبط الزاوية. سلام، كيف الحال؟ أنا إيلاف وهذا حيكون أول فلوج لي على اليوتيوب. نجرب في هذا الفلوج تجربة وشعور جديد لزيارة، مش أقول إيش اسم المكان، بس هو عنصير نزور أيتام. هل هو دار أيتام؟ لا، بس نزور 15 يتيم، وإن شاء الله إن شاء الله عقبال ما أقدر أزور أكبر عدد من الأيتام ونجرب مشاعر إنسانية توعوية، كل شيء يخص الإنسان سوا. حبيت إن أنا أنقل تجربتي هذه البسيطة. قلت ليش بما أنه قد أصبح عندي قاعدة جماهيرية بسيطة ومتابعين متكون من 16,000 متابع و500 16,000 متابع على انستغرام. صح انه مش في اليوتيوب، بس قلت ليش ما ايش افعل، ايش اسميه، ليش ليش ما يعني اسلط الضوء على الفئة التي تستحق من الناس ونعيش المشاعر سوا. وحابة ان انا اشكر الناس الذي قرروا انهم يكملوا هذا اليوم معايا بأحسن صورة، الذي قرروا يدعموا اليتامى. صح انه يعتبر شيء بسيط، بس بالنسبة لي انا، يعني انا هذه قدرتي وهذه استطاعتي الحالية. ف مبسوطة انهم ما ترددوش ولا لحظة وهم بيقولوا لي على طول، ما دام يعني شرحت لهم الفكرة ان الشيء يصير زيارة دار الايتام، قالوا على طول. هذول الاشخاص هم زملاء ومعاريف، يعني ما تكلمت بشكل عام، كلمت بس 3 اشخاص. الشخص الأول الذي حابة أن أنا أشكره وأوجه له تحية من قناتي هو صاحب مكتبة قلم ورقة الأستاذ نادر السلامي، وأقول له شكرا شكرا يا نادر على الشنطات الذي جبتها، لأن أنتوا تعاونتوا معنا وما ترددتوش ولا لحظة، وبالعكس قلتوا هذا عمل خيري للأيتام. يعني ما فيش داعي حتى تذكروا أسماءنا، بس أنا حابة أذكر اسمكم وأشكركم لأن أنتوا ساعدتوني ان انا اساعد غيري. الهدية الثانية كانت من هجوا تغلقي، انا بين اصور يوتيوب احترميني. الهدية الثانية كانت من متجر عسلي. اختي بتتنمر علي، قالت لازم ادريكم من عندي ADHD لازم. المهم الهدية الثانية كانت من متجر متجر ايش؟ صدقني انا لو كنت حعرف كنت حقول لك، بس انا نسيت. المتجر الثاني من متجر عسلي. توقعوا ايش المتجر هذا ايش يبيع؟ توقعي يا هجود. عسلي ايش يبيع؟ ايوه ميك اب. مش ميك اب، متجر عسلي بيبيع عسل، ودالهم من افخم انواع العسل البلدي. ثانك يو متجر عسلي. جاب 15 اكيد انه خاص، فشكرا شكرا متجر عسلي. الثالثة من محل بن علي للعود والعطور. جابوا للأيتام عطور. دلع البنات، شمه دلع البنات. أنا في المصداقية ما عندي شمه، احترميني. هجد أمانة ما تشموش لا عندش. لا كيف الشم؟ بنات. قالت تشم بنات يعني يمكن أغلب اللي عنزورهم بنات، والله فنقول لهم ثانك يو عدين ولا عدين. بعدين رشت العطورات كلهن، قلت أشوف بينبسر عطر هكذا وعطر هكذا مكمل، شوفوا كم ناقص شوية. فأنا كيف مش يتحسسوا الأطفال. هل أوازي هنا الوزين ولا هلا؟ ممكن. لا اكلي مال اليتامى. بناكل حقوق اليتيم. أنا مشتي شبخ وبعدين يعني يحتسب البخاء في ذمتي، لذلك بنفعلها بالعلن عشان لا يتحسسوا. تخيل يعني هم أطفال يقول ها حقك ناقص، حقك قليل وحقي معبأ، لازم أوازيهم. كيف بعد؟ كيف هذا؟ شوفي كيف بسري كيف هذا شوية ناقص، هذا معبأ. جو الأطفال، دماغ الأطفال أنا أعرفها. ما قد عرفتهم شو الذي جالس يرزقهم، بس أعرف دماغ الأطفال. بس والله خلاص نمزح. طبعا هذا كله مزح، أكيد ما أجربش ما أنقصش من أي حاجة، هذا كله مزح غير كل الأنواع. فحسيت ما حسيتش حاجة، شمهن رهيب والله. جلس أقطع. المهم لو سمحت يا بن عطور، يا بن علي للعود والعطور،
ايش اقول لك، انا فعلت بخة عشان اشوف الاطفال. يلا نعيش الشعور، التجربة، الحركات، اليوتيوبر والاجواء هذه. مشتيش اي انتقادات، ملاحظات، عدو اول فلوق لا قد تقولوا ليش الدحيح فعل ونارين بيوتي فعلت. هذا اول فلوق طبيعي، ما نشيش نقلد حد. هذه انا وهذه شخصيتي يلا الساعة واقفة داري يعني ما يحتاج. اكتشفت انهم 30 يتيم. وهنا دخلنا الدار اكتشفنا ان كل الاطفال اللي موجودين ما شاء الله من الاوائل. بدي لي نبذة مختصرة عن المؤسسة، النشأة، أول من أسس، أنت إيش دورك الآن الحالي في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التنمية الأسرية لرعاية الأيتام تأسست في عام 2018. كانت أوضاع البلاد جدا سيئة في هذه الفترة، فإحنا حاولنا بقدر المستطاع أنه نحل جزء من مشاكل البلاد اللي هي الأيتام. يعني كان شيء ذاتي منكم، ما هوش. طبعا المؤسسة هي بسط البيت، يعني في الدور الأول هم ساكنين فوق، هم مش إنهم يعني في حد متكفل من خارج أو جهة حكومية هذه. فما إنكم أنتوا يعني صاحبين الفكرة، أصحاب الفكرة الأساسية في البيت، هل بتلاقوا مثلا كيف بتقدر تغطي احتياجات الأطفال هذه كلها؟ بالنسبة للمعوقات حق المؤسسة، في معوقات كثيرة، من ضمنها عدم الدعم الكامل للمؤسسة أغلبها دعم ذاتي، صح؟ أنا هذا الذي حسيته حاجة عظيمة. ليش؟ إنه هذه الأشياء بتتكفل بها الدولة، بس أنتوا قررتوا كأسرة تفعلوا شيء عظيم. صحيح. إن أنتوا تتبنوا أطفال. قلت لي كم؟ 15 يتيم داخل البيت؟ المؤسسة بحد ذاتها هي كانت من البيت، وإلى الآن في البيت مع دار الأيتام بسبب الأوضاع، وفي نفس الوقت ما فيش داعمين، ما نقدرش إن إحنا نستأجر خارج. معكم مربيات من يعني نعم. البيت 3 أدوار طبعا. قسمناه لشقق الأيتام، البنات منعزلات عن الأولاد، وبه 3 مربيات. كل مربية تمسك جزء من الأولاد أو البنات. عدد الأيتام 15 ولد وبنت، بيبدأ من عمر 5 سنوات إلى عمر 14 سنة. طبعا كل الأيتام جو عبر الطرق الرسمية من الدولة كتبني من الدولة. ما فيش حاجة من خارج الدولة أبدا. المؤسسة معها تصاريح الرسمية، نشتغل ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تصاريح أكيد مش أي حد يجي يجمع أيتام في بيته، أكيد تصاريح وكل شيء والدولة دارية. بس حكيني يعني أنت والأيتام، يعني كيف تقدر توفق بين التزاماتهم، بين الأشياء، بين احتياجاتهم، كونك يعني أنت مدري أنت وأخوك الذي جالسين هنا الحلقة، كيف بتقدر يعني تفعل هذا؟ لأني حاجة مش بسيطة أو سهلا على أي حد إنه يقدر يتحمل أو إنه يتكفل باحتياجات 15 طفل. كيف الموضوع بالنسبة لك؟ الحمد لله والشكر لله، الله ما يفلش أحد. أولا ثانيا إنه كلها جهود ذاتية من العائلة ما شاء الله. كان زمان في بعض التجار، بس الآن بشكل قطعي ما عاد فيش أبدا خلال السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع. يعني ما فيش حاجة أساسية اللي هو كل، يعني ما فيش حاجة مضمونة بتوصل لكم اللي هو احتياجاتهم، ولا كل مرة محاولة سعي منك يعني؟ بشكل دائم ما فيش أبدا، كلها بشكل من فترة لفترة. حاجات يعني لو طلبنا إحنا نصير نبحث بنحصل بعض الأشياء بشكل طيب لا سمح الله لو همدان حصل لك حاجة، لا سمح الله يعني همدان شو تفاول عليك، لو حصل لك حاجة تعبت مرض، من الذي يبصر الأيتام؟ يتشردوا، ربما يخرجوا من البيت. لا سمح الله، خليه إن شاء الله إنهم، بس مثل ما قلت الله ما بيفلتش أحد. الله ما يفلتش أحد، وفي نفس الوقت إن إحنا الله داري بالنيات. إحنا بنسعى دائما، تسعى دائما إنك تفتح أسر، تلم أسر، تمنعهم من التشرد، خاصة في ظل الأوضاع السيئة جدا في البلاد. بس يعني واحد بيكافح، والحمد لله من 2018 لحد الآن ما يوم احتاجوا مثلا أو ناموا بلا عشاء، والله ما يوم، سبحان الله. يعني بيجي شوف الله ما يدي لك هذه المهمة الصعبة إلا ويخليك إن أنت مؤهل إنك تقدر تقودها. بس يعني إن شاء الله إنه الله يرزقك أكثر وأكثر عمل تقدر تساعد غيرك. ليام هكذا
تقولي لي 3 حاجات داري إيش معنى ممتنة تشكري الله عليها في حياتك. أي 3 حاجات يعني تشكري الله عليها. على إيش؟ إيش؟ أي شيء هكذا تحسي. ما تغيري السؤال. لا أنا إيش تدرى إيش الحاجات الذي أنتم يعني بتبصروها حاليا في حياتكم. أنتم جيتوا عندنا ولعبنا. شكرا. أيوه مبسوطة أنا وأخواتي. أنا جيت عند خالتي وعند البنات. أيوه وإن أنتم جيتوا عندنا. مبسوطة لأن أنتم جيتوا عندنا. روحي. قبل بكرة كنت مبسوطة. قبل أمس كنتي مبسوطة؟ إيش حصل ماشي؟ وصلنا الحديقة. عيوني زود. عيوني حالي يرجعي. لوزية تجنني قمر. الحمد لله إحنا جينا جيت أوائل. الله يعني ننجح في المدرسة. الله. أيوه شوف حالة اليوم حالية جلستنا حالية. الحمد لله. حماسة هنا كيوتة حالة نادرة هذه. إيش هذا شلون تطلع؟ قولي الحمد لله عليها. الحمد لله على نعمة العقل وتوحد، يعني ما يشوف حاجة ما يميز إيش معناتها أو كيف. لا على نعمة الخدود الوردية. لأننا بندرس في مدارس أهلية. ليش؟ كرة. الله. يعني معنا نعم والبعض ما بياكلوش. الحمد لله أننا جيت الأولى في المدرسة. قولي الحمد لله على نعمة خدود القمورات. إننا نجي الأوائل. أيوه المؤمنين الطيبين. أيوه. إلى فقيد قلبي وجريحي، إلى من ذهب عنا ونحن في أمس الحاجة إليه، إلى أبي الحنون من سيحميني ويحضنني ويقول لي يا دلوعتي ويا زغدونتي، تراحموا عليه واصبروا.